السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار في الفيديو زي ما انتوا قريتوا في العنوان، ازاي ان انت تقدر تروح لأمريكا من غير فيزا ومن غير أوراق ومن غير حساب بنكي وبأسهل طريقة ممكنة. بكل بساطة كأس العالم اللي جاي هيكون بالاشتراك ما بين أمريكا وكندا والمكسيك، هيقام في 3 دول. وزي ما انتوا شايفين السنة دي كأس العالم في قطر عملت الفيزا مجانية، واي حد من المشجعين اللي هو معاه تذكرة لاي مباراة من مباريات كأس العالم يقدر ان هو يدخل قطر بدون فيزا. فكذلك امريكا وكندا والمكسيك هيعملوا نفس الموضوع، لان دي قواعد الفيفا بتنص على ان الدولة المستضيفة لكأس العالم لازم ان هي تضمن ان هي هتدي الفيزا مجانا وبدون اي اوراق لاي حد من المشجعين اللي هيشتري تذكرة. فبالتالي كأس العالم اللي جاي هيكون في كندا والمكسيك وامريكا زي ما قلت لكم. اي حد هيشتري تذكرة من اي دولة، هيشتري تذكرة لاي مباراة في كأس العالم، بالتذكرة دي هيقدر ان هو يحصل على حاجة اسمها الفان اي دي بتكون من موقع الفيفا الرسمي وبيطلع لك الفيزا على طول. فبالتالي انت تقدر ان انت تسافر بكل بساطة. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب زي ما قلت لك تذكرة. طبعا كأس العالم اللي جاي هيكون سنة 2026، كمان 4 سنين. فانت معاك بقى 4 سنين ان انت تحوش فيهم فلوس، لان اولا طبعا السفر محتاج فلوس والاقامة هناك محتاجة فلوس، لانك طبعا هتتعامل بالدولار وهتقعد مثلا فترة على ما تظبط اوضاعك. كذلك هتعوز ان انت تعلي المستوى بتاعك في الكارير بتاعك بقى، لو في حاجة انت عايز تتعلمها، الانجليزي بتاعك مش كويس، عايز تتعلم لغة تانية الى جانب الانجليزي، عايز تتعلم اي حاجة في الكمبيوتر، معاك 4 سنين ان انت تعمل ابجريد لنفسك. وما تقولش او ما تفكرش بنظام عايشني النهاردة وموتني بكرة. انا ما بقولكش على حاجة انت هتعملها دلوقتي وهتتفرج على الفيديو وهتقوم واخد شنطتك ومسافر. انا بقولك على فرصة هتيجي، والفرصة دي انت بتبقى عارفها دلوقتي من قبل ما الفرصة تيجي ب4 سنين. فانت معاك 4 سنين انت تجهز نفسك. طبعا فكرة السفر مش معناها ان انت هتوقف حياتك كلها ان انت تقعد ال4 سنين دول حاطط ايدك على خدك ومستني ان كأس العالم يجي عشان تسافر. لا، انت هتسعى، بس في خلال وانت بتسعى عندك خطة على جنب. في اي حال من الاحوال احتجت ان انت تروح كندا، احتجت ان انت تروح امريكا، اديك عارف ان في فرصة جاية في خلال ال4 سنين، واعتقد ان 4 سنين كفاية جدا بالنسبة لأي واحد ان هو يعمل ابجريد لنفسه في حاجات كتير، او ان هو يغير الكارير بتاعه. طبعا 4 سنين كتير جدا. فانت بلاش ان انت تفكر في النهاردة خلاص عدى. انت لازم ان انت تخطط للمستقبل بتاعك. قد تكون الفرصة دي تنفع البعض وما تنفعش البعض، يعني ممكن تكون ما تنفعكش انت بالنسبة لظروفك او لحياتك او لتفكيرك، ممكن ما تنفعكش، بس واحد غيرك تنفعه. يعني لو واحد في سنة اولى كلية دلوقتي ولسه كده لازم ان هو هيقضي ال4 سنين في الكلية، ممكن ان هو يبدأ ان هو ياخد كورسات، يزود اللغة بتاعته، يتعلم حاجات خاصة بالدراسة بتاعته، بحيث ان هو اول ما يخلص الكلية بتاعته يقدر ان هو يسافر، يبقى هو عنده خطة ليها. فادي المعلومة عندك من دلوقتي، تقدر ان انت تستفيد بيها، ما تستفيدش بيها ده شيء يرجع لك. انا اللي عملت اللي عليا ووصلت لك المعلومة. نتمنى التوفيق للجميع. ما تنسوش يا جماعة اللايك والشير، الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نقطة نسيت اقولها لكم في الفيديو بس لازم تبقوا عارفينها. نظام ان انت تسافر وتشتغل سواق، او ان انت تسافر وتشتغل في مطعم، او ان انت تسافر وتشتغل كاشير، جميلة وكل حاجة، بس دي مش هتزودك قوي. الدول اللي زي امريكا وكندا بتدي فرصة لأي حد موجود فيها ان هو يعمل ابجريد لنفسه، ان هو يطور نفسه. انت لو عندك 70 سنة وعايز تدرس ممكن ان انت تدرس، وفي نفس الوقت هم بيحتاجوا العمالة المهرة، يعني بيحتاجوا واحد معاه حرفة، محتاجين واحد ان هو يكون معاه لغة. فانت شوف انت ايه نقط الضعف اللي عندك واشتغل عليها. عندك 4 سنين تشتغل عليها، والله جاتلك ما جاتلكش يبقى اسمك ان انت اشتغلت على نفسك في ال4 سنين. يعني انت كمان 4 سنين هتبقى بني ادم تاني غير البني ادم اللي موجود دلوقتي اللي بيتفرج على الفيديو. زود لغة، زود اي حاجة في الكمبيوتر، زود اي حاجة تخصك في الكارير بتاعك، اي حاجة ممكن هي تساعدك في حياتك. الفكرة ان انت تطور نفسك، ما تستناش الفرصة لحد ما تجيلك لحد عندك. انت اللي لازم تبدأ تزق نفسك بنفسك وتطور نفسك بنفسك. والله المستعان، يعني هو اللي بيعمل حاجة
بيسعى ربنا اكيد بيساعده طبعا. انا حاولت ان انا اصور لكم المنظر من فوق، بس للاسف بقى الشمس علشان العصر مش باينه، فالشمس ضاربه في الكاميرا مظلمه الدنيا كلها. فنتمنى التوفيق للجميع. قولوا برضو لاصحابكم ولقرايبكم، اي حد عايز ان هو يسافر ما تعرفش مين هيبقى رزقه فين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش هنطول عليكم بقى. يلا سلام.